هو في كل مكان من باب المثال. إذا كان الشيء ينبسط بانبساط الأمكنة، شيء ينبسط ويمتد بامتداد الأمكنة، هذا الشيء لا يقال له أنه في كل مكان، بل أبعاضه في كل مكان. في فرق إذن بين أن يكون الشيء بكل حقيقته في كل مكان، هذا مطلب آخر. أما الشيء ينبسط بانبساط الأماكن قد يقال له هو في كل مكان مسامحة، بس بالدقة هو ليس في كل مكان، أبعاضه في كل مكان، بعضه الأول في المكان، بعضه الثاني في ذاك المكان، بعضه الثالث في مكان آخر، ولم يجرى. أما عندما تقول هو بكل حقيقته في كل مكان، إذن هو لا يحده مكان. هنا الدقة في التصور، هو ليس تصور، الدقة في الإدراك لهذا المطلب. هو في كل مكان. لذلك مر بنا مرارا هذا البحث بعد، هذا مثل الرياضي، أدق من الرياضيات. مر بنا العام الماضي وقبله إحاطة الباري بالأشياء ليست إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير. لماذا؟ مثلا كرة كبيرة تحيط بكرة صغيرة، هذه ليست إحاطة، مسامحة. لماذا؟ لأن الكرة الكبيرة ليست بكل حقيقتها تحيط بكل الكرة الصغيرة، بعض من الكرة الكبيرة يحيط ببعض من الكرة الصغيرة. كل قطعة الجزء العلوي من الكرة الكبيرة يحيط بالجزء العلوي من الكرة الصغيرة، والجزء السفلي من الكرة الكبيرة يحيط بالجزء السفلي، ولما جرى باطن الكرة الصغيرة، هذه الكرة الكبيرة أيضا لا تحيط بها. تسمية علم الرياضيات أو علم الهندسة أن هذه إحاطة تسمية مسامحة عقلية، عقلا مسامحة، هذه ليست إحاطة، هذه ليست إحاطة. تسميها إخاطة، خياط، ما يخالف، بس بالدقة ليست إحاطة. شوفوا الدقة العقلية أزيد من الدقة الرياضية، عجيب. العقل أدق من الرياضيات، نعم. الرياضيات التي تعتمد على قوة الخيال دقتها أقل، وهي نكتة نفيسة في علم المعارف. العقل عينه المسلحة أشرس من العين الرياضية والهندسية، لأن تعتمد على الخيال، والخيال به خيال، ما في دقة العقل. فالإحاطة هذه ليست إحاطة، مسامحة. أما أن تقول أن الله بكل شيء محيط، الباري بكل حقيقته بكل شيء محيط، هذه إحاطة، هي إحاطة دقية عقلية غير. هذا معناه أن الله لا يحده، لا يحبسه، لا يحده، لا يحبسه، لا يحده، لا يحبسه مكان.